لازم تبعد نفسك عن الأشخاص السلبيين بقدر المستطاع. تجنبهم حتى لا يؤثرون فيك بشتى الطرق. حاوط نفسك بحصن تتصدى فيه لكلماتهم السلبية وإحباطهم الذي يتكرر من حين لآخر. ومع الأسف سيقابلك أشخاص عدوى سلبيتهم أكبر، وغالبا ما يكونون من نفس التخصص، فتجدهم تارة يحبطونك من محاضر، وتارة من مقرر، وتارة من مستوى، وتارة من نفس التخصص. لذلك يا صديقي أنصحك بألا تستمع لهم أبدا، ولتعلم أن بينك وبينهم اختلاف في القدرات، سواء في المذاكرة أو في العمل أو في الجهد أو في الطموح، فلكل منا قدراته الخاصة التي ميزه الله عز وجل بها. ولتردد دائما: اللهم سخر لي خير عبادك وخير خلقك.